السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الثالث الإعدادي. معاكم المستر إبراهيم شعبان مدرس الدراسات الاجتماعية. النهاردة إن شاء الله هناخد 5 أسئلة على درس ثورة 23 يوليو. بس قبل ما أبدأ في الفيديو عايز منك سبسكرايب وعايز منك لايك، وعايزك تفعل الجرس، وعايزك تعمل مشاركات أكتر عشان الفيديو ده يوصل لكل أصحابك وأحبابك. يلا بينا نبدأ الفيديو. يلا بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب سهلا فاجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال واحد بيقول لي أكمل من أهداف ثورة 23 يوليو القضاء على نقط ونقط ونقط. أقول له القضاء على الاستعمار. قلنا لسه في مستعمر. القضاء على الاستعمار، القضاء على الإقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال. من أهداف ثورة 23 يوليو القضاء على الاستعمار والإقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال. رقم 2 من أهداف، بقى عايزين الأهداف ثورة 23 يوليو: إقامة نقط ونقط ونقط، إقامة جيش وطني قوي. إحنا عايزين جيش قوي، يلا مش عايزين جيش هفا. إقامة جيش وطني قوي. وإيه تاني؟ وعدالة اجتماعية، يعني كل يبقى متساوي، أحمد زي محمود زي إبراهيم زي علي، كلنا متساويين. وحياة ديمقراطية سليمة، يعني حرية، يعني مشاركة، يعني أقول الرأي بتاعي من غير ما أتحبس. إذا من أهداف ثورة 23 يوليو إقامة جيش وطني قوي، وعدالة اجتماعية، وحياة ديمقراطية سليمة. طب رقم 3 بيقول لي في يناير عام 1953 تم حل النقط. أقول له تم حل البرلمان. رقم 4 في يونيو 1953 تم إلغاء نقط وإعلان نقط. أقول له تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. يلا نشوف النقطة اللي بعديها. نقطة 5 تم توقيع الجلاء عن مصر عام نقط. أقول له تم توقيع الجلاء عن مصر عام 1954. يلا نشوف النقطة اللي بعدها. بيقول لي تم تأميم شركة نقط عام 1956. أقول له تم تأميم شركة قناة السويس. تم تأميم شركة قناة السويس عام 1956. النقطة اللي بعدها بيقول لي تم إنشاء السد العالي عام نقط. أقول له تم إنشاء السد العالي عام 1971. إذا تم إنشاء السد العالي عام 1971. النقطة اللي بعدها بيقول لي منحت للمرأة حق الانتخاب. المرأة ليها حق الانتخاب والترشح لأول مرة عام نقط لمجلس نقط. أقول له عام 1956 لمجلس الأمة، اللي هو إيه؟ اللي هو مجلس النواب حاليا. إذا منحت للمرأة حق الانتخاب والترشح لأول مرة عام 1956 لمجلس الإيه؟ الأمة. النقطة اللي بعدها بيقول لي قامت أول وحدة عربية بين مصر ونقط عام 1958. قامت أول وحدة عربية بين مصر وسوريا عام 1958. ده كان السؤال الأول. سؤال أكمل. يلا نشوف السؤال التاني. بيقول لي بما تفسر. بيقول لي هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام 1948. ليه الجيش المصري اتهزم في حرب فلسطين 1948؟ اقول له عندي حاجتين، عايزك تركز معايا. عندي حاجتين: واحد، دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لإسرائيل. دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لإسرائيل. 2، عدم استعداد العرب عسكريا للحرب. العرب ما كانش مستعدة عسكريا للحرب. ده رقم 1. يلا نشوف رقم 2. بيقول لي بما تفسر عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة قبل ثورة يوليو. ليه ما كانش فيه حياة ديمقراطية سليمة قبل ثورة يوليو؟ أقول له 1، بسبب إفساد النظام الملكي. يعني النظام كان فاسد، يعني الملك فاروق كان فاسد، كان ظالم، كان جاحد، بسبب إفساد النظام الملكي. 2،
الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. انتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. إذا لو جه قال لك بمتفسر عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة قبل ثورة يوليو، هتقول له 2. 1 بسبب إفساد النظام الملكي. 2 انتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. رقم 3 بيقول لي تكون جماعة الضباط الأحرار داخل الجيش المصري. ليه الضباط الأحرار تكونوا داخل الجيش المصري؟ الإجابة نتيجة استمرار الاحتلال البريطاني وفساد الأوضاع في مصر. نتيجة استمرار الاحتلال البريطاني وفساد الأوضاع في مصر. طب النقطة اللي بعدها بيقول لي وافق الملك فاروق على مطالب الثورة قبل الموعد المحدد له. طبعا الثورة قالت للملك فاروق انت هترحل يوم 26 يوليو. يعني كام يوم؟ يعني يعني الثوار ادوا مهلة للملك فاروق 3 ايام ان هو يمشي. يلا يا فوفو يلا ارحل بعد 3 ايام. بس هو مشي قبل اليوم المحدد له. طب ليه؟ لأنه أدرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه، مش عايزينه. الجيش والشعب يكرهان حكمه، يعني الجيش والشعب يقولك إحنا مش عايزينك. إذن الملك فاروق مش قبل اليوم المحدد له. ليه؟ بسبب لأنه أدرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه. يكرهان إيه؟ يكرهان حكمه. يلا نشوف النقطة اللي بعدين. بيقول لي بمتفسر أهمية إنشاء السد العالي. إيه أهمية إنشاء السد العالي؟ هنقول له حماية مصر من خطر الفيضان. حماية مصر من خطر الفيضان وتخزين المياه وتوليد الكهرباء. إذن أهمية إنشاء السد العالي حماية مصر من خطر الفيضان وتخزين المياه وتوليد الكهرباء. ده كان السؤال الثاني. سؤال بمتفسر. يلا نشوف السؤال التالي. بيقول لي دلل لم تحقق معاهدة 1936 الاستقلال الحقيقي للبلاد. لم تحقق معاهدة 1936 الاستقلال الحقيقي للبلاد. الإجابة ظهر ذلك عندما طبعا قوات الاحتلال البريطاني ظهر ذلك عندما حاصرت قوات الاحتلال البريطاني قصر عابدين في فبراير عام 1942 لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للحكومة. إذن ليه ثورة 1936 ما عملش استقلال الحقيقي للبلاد؟ هنقول ظهر ذلك عندما حاصرت قوات الاحتلال قصر عابدين في فبراير 1942 لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للحكومة. سؤال 2 دلل فساد النظام الملكي قبل ثورة يوليو. تعال بقى نشوف الفساد بتاع النظام الملكي قبل ثورة يوليو. استبداد الملك فاروق بالحكم. يعني قلنا الملك فاروق كان ظالم كان جاحد. استبداد الملك فاروق بالحكم. انتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. انتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. دلل لثورة 1952 إنجازات في المجال الزراعي. لثورة 1952 إنجازات في المجال الزراعي. أنا عندي حاجتين، عندي توسع وعندي إنشاء. التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية لزيادة الرقعة الزراعية، كلام زي الفل. إيه تاني؟ تاني حاجة إنشاء السد العالي عام 1971 ده في المجال الزراعي. عايزك تركز معايا. إذن حاجتين في المجال الزراعي إيه هما؟ التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية لزيادة الرقعة الزراعية. 2 إنشاء السد العالي عام 1971. يلا نشوف المجال الصناعي. لثورة 1952 إنجازات في المجال الصناعي. 1 إنشاء. 2 الاهتمام. رقم 3 البحث والتنقيب. طب إنشاء مصانع جديدة مثل الحديد والصلب بحلوان. إنشاء مصانع جديدة مثل الحديد والصلب بحلوان والأسمدة بأسوان.
طب رقم 2، الاهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني. الاهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني. طب رقم 3، البحث والتنقيب عن البترول وإنشاء معامل لتكريره. البحث والتنقيب عن البترول وإنشاء معامل لتكريره. إذن في المجال الصناعي إيه اللي حصل؟ 1، إنشاء مصانع جديدة مثل حديد وصلب بحلوان والأسمدة بأسوان. 2، الاهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني. طب رقم 3، البحث والتنقيب عن البترول وإنشاء معامل لتكريره. إنشاء معامل لتكريره. طب يلا نشوف في التجارة. لثورة 1952 إنجازات في المجال التجاري. أنا عندي حاجتين: فتح وتمصير. فتح أسواق جديدة في الخارج لتسويق المنتجات المصرية. فتح أسواق جديدة في الخارج لتسويق المنتجات المصرية. 2، تمصير البنوك وشركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير. إذا في حاجتين في المجال التجاري: 1، فتح أسواق جديدة في الخارج لتسويق المنتجات المصرية. 2، تمصير البنوك وشركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير. يلا نشوف في إنجازات الثورة في إقامة عدالة اجتماعية. لثورة 1952 إنجازات في مجال إقامة عدالة اجتماعية. أنا عندي كام حاجة؟ عندي 3 حاجات: مجانية التعليم، وإقامة الوحدات الصحية، وتحديد ساعات العمل. 1، مجانية التعليم بجميع مراحله، بمنفعة التعليم الجامعي، يعني ابتدائي، إعدادي، ثانوية عامة، لحد الجامعي. بإذن 1، مجانية التعليم بجميع مراحله بمنفعة التعليم الجامعي. 2، إقامة الوحدات الصحية والجامعات الزراعية. رقم 3، تحديد ساعات العمل وإشراك العمال في إدارة الشركات وتحديد نسبة لهم من الأرباح. إذن أنا عندي إنجازات في مجال إقامة عدالة اجتماعية 3 حاجات. أنا عايزك تقولهم معايا. قول معايا يا محمد. 1، مجانية التعليم بجميع مراحله بما فيها التعليم الجامعي. 2، إقامة الوحدات الصحية والجامعات الزراعية. طب رقم 3، تحديد ساعات العمل. بيحددوا ساعات العمل، وكمان بيشركوا العمال في إدارة الشركات، وبيحددوا نسبة لهم من الأرباح. تحديد ساعات العمل وإشراك العمال في إدارة الشركات، وتحديد نسبة لهم من الأرباح. يلا نشوف الثورة في مجال العربي والدولي. لثورة 1952 إنجازات في مجال العربي والدولي. طبعا مصر ساندت الدول العربية وبعض الدول الأفريقية لنيل الاستقلال، مثل السودان والجزائر والمغرب والكويت والعراق واليمن وكينيا. إيه تاني؟ إقامة أول وحدة عربية بين مصر وسوريا. إقامة أول وحدة عربية بين مصر وسوريا عام 1958. إذا في المجال العربي والدولي ساندت الدول العربية وبعض الدول الأفريقية للاستقلال، مثل السودان، الجزائر، المغرب، الكويت، العراق، اليمن وكينيا. 2، إقامة أول وحدة عربية بين مصر وسوريا عام 1958. دي إنجازات الثورة. ده كان سؤال التالت. سؤال دليل. يلا نشوف السؤال الرابع. واللي ما النتائج المترتبة على توقيع معاهدة 1936؟ ايه النتائج اللي ترتبت على توقيع معاهدة 1936 جعل مصر ميدانا للحرب العالمية؟ 2، استنزاف موارد مصر لخدمة بريطانيا وحلفائها. طب رقم 3، إرهاق الاقتصاد المصري مما زاد من معاناة الشعب. طب ما النتائج المترتبة على توقيع معاهدة 1936 جعل مصر ميدانا للحرب العالمية. طبعا كان بيستنزفوا موارد مصر. كان عاملين مصر زي مخزن كده، هم بياخدوا كل حاجة لخدمة بريطانيا وحلفائها. استنزاف موارد مصر لخدمة بريطانيا وحلفائها. طب رقم 3، إرهاق الاقتصاد. خلاص مفيش اقتصاد، انت واخد منه كل حاجة. انت بتاخد مني
انت بتستنزف الموارد بتاعتي. توقيع معاهدة 36 عملت ايه؟ جعل مصر ميدانا للحرب العالمية الأولى. استنزاف موارد البلاد لخدمة بريطانيا وحلفائها. رقم 3، إرهاق الاقتصاد المصري مما زاد من معاناة الشعب. ده كان ايه؟ أول نقطة معايا في السؤال الرابع. طب يلا نشوف تاني نقطة. بيقول من النتائج المترتبة على قانون الإصلاح الزراعي. هم أصدروا قوانين بقى إن تاخد ما تاخدوش إلا 50 فدان، والباقي بيتوزع على الفلاحين. إيه اللي حصل؟ طبعا الفلاح الفلاح زاد من تملك الفلاحين الأراضي، أو الفلاح خد أراضي كتير. إذا قانون ما النتائج المترتبة على قانون الإصلاح الزراعي مما زاد من تملك الفلاحين للأراضي الزراعية. من النتائج المترتبة على قانون الإصلاح الزراعي زاد من تملك الفلاحين للأراضي الزراعية. طب رقم 3، من النتائج المترتبة على مؤتمر باندونج بأندونيسيا عام 1955. ايه وليه؟ من النتائج المترتبة على مؤتمر باندونج بأندونيسيا عام 1955. الإجابة: أدى إلى تشكيل مصر لحركة عدم الانضمام، أي عدم الانضمام إلى كل من الكتلتين الشرقية والغربية. أنا لا مع دول ولا مع دول. كمؤتمر باندونج بأندونيسيا أدى إلى تشكيل مصر لحركة عدم الانحياز، أي عدم الانضمام إلى كل من الكتلتين الشرقية والغربية، بالاشتراك مع الهند ويوغوسلافيا سابقا وأندونيسيا التي عقد بها المؤتمر. إذا ما النتائج المترتبة على مؤتمر باندونج بأندونيسيا؟ 1، هنقول الإجابة: أدى إلى تشكيل مصر لحركة عدم الانضمام. أنا لا مع دول ولا مع دول. إلى حركة عدم الانحياز، إلى أي عدم الانضمام إلى كل من الكتلتين الشرقية والغربية، بالاشتراك مع الهند ويوغوسلافيا سابقا وأندونيسيا التي عقد بها المؤتمر. ده كان السؤال الرابع. طب يلا نشوف السؤال الخامس، آخر سؤال معاه بقى. 1، زعيم تنظيم ضباط الأحرار. اتزعم تنظيم ضباط الأحرار، مين هو؟ جمال عبد الناصر. إذا زعيم ضباط الأحرار مين؟ جمال عبد الناصر. 2، أذاع أول بيان باسمه، مين هو اللي أذاع أول بيان للثورة؟ محمد أنور السادات. رقم 3، أذيع باسمه بيان ثورة 1952، محمد نجيب. طبعا كان محمد نجيب كان القائد العام للقوات المسلحة، بعد كده بقى أول رئيس للجمهورية. أول رئيس للجمهورية مين؟ محمد نجيب. رقم 4، طلبت الثورة منه مغادرة البلاد والتنحي عن الحكم، ده الملك فاروق. طلبت الثورة منه مغادرة البلاد والتنحي عن الحكم، الملك فاروق. كده احنا خدنا 5 أسئلة على درس ثورة 23 يوليو. وإن شاء الله انتظروا فيديو جديد، وهنتكلم إن شاء الله المرة القادمة عن درس مصر والقضية الفلسطينية. وشكرا جدا، سلام.